عارف ايه اول غلطة الناس كتيرة بتقع فيها اول ما بتبدأ دايت؟ اللي هو ينزل السعرات الحرارية بتاعته وينزل كمية الاكل اللي بياكلها مرة واحدة. بدل ما كان بياكل 3000 او 4000 تلاقيه مرة واحدة كان 2000 سعر حراري او كان 1500 سعر حراري، زائد اللي هيجيله اضطرابات وهيجيله هبوط وهيجيله نفسيته هتبقى مدمره وزي الزفت. يبقى احسن حاجه ايه؟ اللي احنا نقلل من سعراتنا الحراريه وكميه الاكل بتاعتنا بالتدريج. بالتدريج ازاي؟ لو باكل 3000 بنزل بس 500 او 400 او 300 حراري من النسبه اللي انا باخدها. يبقى احسن حاجه اللي احنا ننزل نسبة السعرات الحرارية بتاعتنا بالتدريج، مش مرة واحدة ونفصل. جربوها وهتقولوا.